النهاردة هنعمل مع بعض ألذ وأطعم وأشهى طبق ممكن تاكلوه في حياتكم. هنعمل مع بعض الممبار أو العزبان زي ما تسموه، وهيطلع معانا كده الرز واخد لون حلو جدا من بره ومفرفر كده ومش معجن، عمره ما يعجن أبدا معاكي، وهيبقى كمان لونه حلو كده من بره، حاجة تشرف قوي في العزومات. وهنعمل كمان الرز المحشي ونقدمه كده بالشكل ده، وهنقدم معاه كمان بطاطس، وهقولك كمان ازاي تفرزي منه كمان في الفريزر ويقعد معاكي كده سنة، عمره ما يجرى له اي حاجة ابدا. وكمان لما تطلعيه هيفضل زي ما هو، مش هيعجن معاكي، وهيبقى كده بالشكل ده معايا. تعالوا نسمي الله ونبدأ وصفتنا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة هنغسله كده بالطريقة دي. بصوا من بره بيبقى فيه تراب، هنشطفه كويس جدا بملح خشن وكمان خل وليمون. هنشطفه كده من بره الاول عند الحتة اللي فيها دهون دي تحت الحنفية كده بالشكل ده، واتأكد كده ان هو نضف كويس جدا مفيهوش اي شوائب كده من الجناب. هبدأ بقى ان انا اقلبه ازاي. ابسط طريقة ممكن تقلبي بيه الممبار، هاخد كده من على الحرف وادخل كده صبعي في اول حتة من تحت وتحت الحنفية بالشكل ده، هيتقلب معايا بكل سهولة كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين اهو. بدخل كده بالمية هيدخل معايا وهيتقلب معايا كويس جدا بكل سهولة اهو زي ما انتوا شايفين كده. ودي الطريقة الصح اللي احنا ممكن نقلب بيها الممبار، وهتبقى اسرع طريقة كمان غير اي طرق تانية انتوا ممكن تعملوه بيها. هنقلب مع بعض كمان واحدة اهو، بصوا اتقلب معايا. وكمان لو عايزة كمان تقطعيه صغير شوية، يعني مش صغير قوي عشان نعرف نحشيه ويبقى مقاسه مظبوط كده برضو علشان يبقى سهل معايا لما اجي اقلبه او اجي احشيه اهو بالشكل ده. انا كده خلصت الكمية اللي عندي. هنضفه ازاي بقى؟ هجيب البلانشة بتاعتي وهجيب الفتحة دي كده احطها على المصفى اللي في الحوض، وهبدأ كده بالسكينة ان انا اشيل اي زفارة فيه من بره. بعد ما قلبته بالشكل ده يطلع معايا بكل سهولة. ودي الطريقة المظبوطة والصح والمضمونة اللي انت ممكن تعملي بيها الممبار، تنضفيه وما يبقاش فيه اي زفارة. واتأكد كده من اول جنب ان انا اشيل كده بالشكل دوت، وبعدين انقله على الجنب التاني وانضفه برضو بنفس الطريقة، واتأكد ان مفيش اي زفارة فيه او اي حاجة. هقلبه كده على جميع الجهات بتاعته واعيد عليه تاني. في ثواني هتخلصيه، ولا تقولي بقى غطا ازازة ولا احطه في ازازة ولا الكلام ده خالص. هي دي الطريقة الصح والجزار بيعملوا كده، هي دي الطريقة الصح اللي بينضف بيها الممبار. بصوا طالع معايا ابيض اهو زي الفل، مفيهوش اي حاجة، مفيهوش اي حاجة. لو نضفناه بره هنضطر برضو ان احنا نعيد عليه في البيت، فاحنا هنعمله في البيت بكل سهولة. هحطه بقى في ميه بملح وخل وكمان عصرة ليمونة، وهسيبه كده شوية كده ربع ساعة لحد ما ينزل الزفارة اللي فيه، وبعدين اشطفه تحت المية يبقى جاهز معايا. تعالوا بقى نعمل الخلطة الجبارة. غسلت الرز بتاعي ونزلت عليه بالخضرة بتاعتي، خضرة المحشي كزبرة وبقدونس وشبت على قد الكمية اللي انت هتعمليها. وفي الكبة هنزل كمان بطماطم وفلفل وبصل، كل ده مع بعض كده في الكبة لحد ما يختلطوا كويس جدا مع بعض ويديني خليط ناعم جدا، علشان لما اجي احشي ما يبقاش فيه قطع من الطماطم او الفلفل او البصل، وهيبقى معايا كده ناعم بالشكل دوت. وهنزل عليه على الرز والخضرة بتاعتي، وكده خلطة المحشي جاهزة معايا. هبدأ بقى ان انا انزل بالبهارات، ملح وفلفل اسمر كمان، وهنزل كمان بكمون وكمان كزبرة ناشفة، وهزود بقى انا من عندي كركم بيديله برضو تست عالي جدا، وكمان شطة مجروشة وجنزبيل وزعتر، وكمان هحط شطة ناعمة. البهارات دي على حسب الرغبة، وكمان توم بودر وبصل بودر. وهحط بقى جوه السر هيخليه مفلفل معايا جدا، هحط زيت، وهحط كمان معلقتين صلصة كبار او 3 على حسب كمية الرز اللي انتي عاملاها. وهبدأ كده بايدي ان انا ادعك كل المكونات دي مع بعض. احنا لما بندعك بايدينا بيدي الاكل طعم حلو جدا،
وبيدي تيست عالي جدا بجد في الطعم، مش هتصدقوا قد ايه ريحته بتبقى جميلة ورهيبة قبل ما كمان يتحط على النار. هبدأ بقى ادعك كده واخلي الخليط ده يختلط جدا مع بعض لحد ما يوصل معايا للقوام دوت واللون دوت. هو ده اللون المظبوط الحلو اللي احنا ممكن نعمل بيه المحشي. هجيب بقى الممبار بتاعي بعد ما قطعته، هقطعه المقاس المظبوط اللي انا هعمل بيه عشان يتحشى معايا بكل سهوله. واخدت كده حبه محشي وحطيته كده علشان ما يتزفرش وما زفرش الخلطه كلها، عشان لو حابه اعمل تاني اي حاجه بالخلطه دي. وهبدا كده افتح بصبعي الاتنين وادخل بصبعي دوت، واخد حبه رز على ايدي وادخلهم كده بالشكل ده. ودي اسهل طريقه ممكن تحشوا بيها العصبان بكل سهوله، ومش هياخد معاكم ثواني في ايديكوا هيكون جاهز. هعمل كده وابدأ كده انزل الرز بالشكل ده، واخد كده من الناحية التانية لحد ما الرز يبقى كويس جدا جواه. طبعا مش هملاه على الاخر، اي بقى رز زيادة هطلعه كده بالشكل دوت، ويبقى بصوا شايفين مبطط معايا كده. هو دوت المقاس المظبوط للممبار علشان ما يفرطش مني رز ويفرقع مني في الشوربة بتاعته. هنعمل واحدة كمان. انا هنا قطعت الممبار، شوفي المقاس اللي حضرتك عايزاه ممكن تقطعيه. انا قطعته كده يعني حجم وسط، قد مرتين من كف ايدي. وهبدأ كده افتحه بصبعي وادخل بايدي التانية الرز بالصبع التاني اهو بالشكل دوت من ناحيتين. لو هي طويلة شوية عايزة تقصريها شوية عادي، بس احنا برضو نعمل حساب ان هو بيكش شوية لما كمان بيتحط في الشوربة بتاعته او اول ما يشم النار على طول، فاحنا نعمل حساب لدوت. وهنبدأ بقى نوزع الرز كويس جدا بالشكل ده من جميع النواحي، واتأكد ان مفيش حتة فاضية فيه علشان ما يفرقعش مني. المهم ان انا اخليه بالسمك دوت، ما يبقاش الرز كتير جوه، حتى لو فرط مني يبقى يفرط معايا حبة صغيرة، ما ينزلش يعني الرز اللي فيه كله في الشوربة. هبدأ تاني اهو افتح بصبعي الاتنين والايد التانية هدخل بيها الرز بالشكل ده. انا بقول كده زيادة تأكيد علشان عرايسنا الحلوين اللي لسه مبتدئين في المطبخ او اللي لسه ما اتجوزوش يقدروا يعرفوا الطريقة الصح ازاي. اهو بالشكل ده، وهدخل كده بايدي واتأكد برضو ان مفيش اي مكان فاضي خالص، وهوزع الرز كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لقيت مثلا حتة فاضية هكملها كده رز واظبط انا ايدي اهو. بصوا ده المقاس المظبوط اللي انا اعمل بيه الممبار، وما يطلعش مني ولا مكتوم ولا فرط رز ولا فرقع معايا في المية خالص. وهتشوفوا احنا هنعمله ازاي. انا كده خلصت الكمية اللي عندي، ده كان كيلو من الممبار عمل معايا كمية حلوة جدا. هجيب بقى دبوس كده طرحة بالشكل دوت، وهبدأ اخرم فيه كده من اوله لاخره. ما ينفعش اخرم بالسكينة، اوعي تخرمي بالسكينة ابدا، هيفتح منك وهيفرقع ويبقى يعني مش مظبوط خالص. هو كده نديله خرم علشان الشوربة لما تيجي يعني تدخل فيها تدخل من جميع الجهات وتسوي كويس جدا، ما يبقاش مثلا مكتوم من جوه ومش مستوي كده. انا خلصت الكمية اللي عندي وخرمته كويس جدا. بصوا شايفين ده المقاس المظبوط يا جماعه، ده المقاس المظبوط اللي اعمل بيه الممبار. في حله على النار هحط نصها ميه بس او اقل من نصها بحاجه بسيطه، وهنزل عليها بطماطم وفلفل وورق لوري وكمان فصين حبهان وملح وفلفل اسمر. بس خلاص احنا حاطين كفايتنا من البهارات في الرز، كل ده هينزل في الشوربه. وبعد ما تغلي معايا، المهم ان هي تغلي كويس جدا، همسك الممبار كده وهنزله من الحته المقطوعه، هنزله كده هقلبه كده بالشكل ده. ليه انا بعمل كده؟ شايفين انتوا ايه حصل؟ بصوا اهو من الجنب كده علشان الميه السخنه اول ما بتشم بس الممبار فبيكش، فهو كده مش هينزل معايا رز خالص. حتى لو نزل هينزل حبه صغيره، وانا هوريكم دلوقتي كميه الرز حتى اللي نزلت معايا مش كتير، حاجه لا تذكر يعني. كده هيبدا بقى يستوى معايا. هغطي عليه الغطا نص غطا كده علشان ما يفرش مني على النار، وهو كده هنبدا ان احنا نشوفه استوى ازاي. هختبره كده من الجنب. بصوا هو كده طريق الرز انا هحسه بايدي. وكمان زيادة تأكيد هطلع واحدة كده واخدها من الجنب بالشكل ده
بصوا الشوربه حلوه جدا. هاخد كده حته من الجنب، طلعت معايا بكل سهوله. هو كده استوى. زي ما انتي بتحطي الرز على النار، يعني الرز مثلا بتسيبيه 10 دقايق او ربع ساعه كتير جدا، بتكوني موطيه عليه. هو برضو الممبار كده بالشكل ده. طبعا انا مش هوطي على الممبار ومش هخليه على نار عاليه جدا، لا انا هحطه كده على نار وسط يعني مظبوطه، علشان ما يفرش مني ويبوظ الدنيا، وكمان ما يغليش كتير يفرقع معايا من جوه. واول ما يستوى على طول، اول ما يستوى هطفي عليه النار فورا ويطلع على طول. هطلعه على مصفى يتصفى، لو في اي ميه تنزل الميه اللي فيه الشوربه يعني. ودي بقى كميه الرز اللي هي طلعت مش كتير، ولا في واحده فتحت معايا ابدا، علشان احنا حشيناه كويس جدا وعطينا للرز براحه كويس جدا جوه ان ياخد حقه في التسويه. وكده بقى جاهز معايا. هسيبه يبرد كويس جدا على المصفى ويصفي الشوربه اللي فيه. معايا بقى حبه رز كده فضلوا من المحشي، وده اطعم رز ممكن تاكلوه يا جماعه في حياتكم. نزلت كده بمعلقه زيت مش كتير، عشان كده كده الخلطه فيها كل حاجه. وهشوحها كده، هسيب الزيت يسخن شويه، وهشوح كده الرز في الزيت بالشكل ده لحد ما ياخد تشويحه كده حلوه معايا وريحته تطلع. وبعدين هنزل كده بمعلقتين شوربه كبار من شوربة العزبان بالشكل ده. طبعا الرز ده بياخد تسوية مختلفة عن الرز العادي، علشان فيه من جوه بقى الطماطم وفي باقي السوائل اللي نزلت منه. فانا مش هحط كتير، هفضل كده احط لحد ما اظبط الطعم، وبعدين يغلي معايا واوطي عليه، و5 دقايق هيبقى جاهز معايا كده. انا خلصت. والعزبان كمان حمرته في شوية زيت صغيرين جدا او سمنة فلاحي زي ما تحبوا. بصوا من جوه مستوي ازاي، واخد لون حلو جدا معايا. وده الباقي الكمية اللي فضلت، والرز خلص معايا وعرفت كده بالشكل دوت. هفرزه ازاي بقى بعد ما يبرد خالص نهائي، اتاكد ان هو برد. هاخد كده اقسم الكميه اللي انا عايزاها على قد طبق او على قد طبقين على حسب ما انتي عايزه. هحطه كده بحاله، مش هقطعه ولا هعمل فيه اي حاجه، المهم ان هو ما يبقاش سخن معايا. وهبدا كده احطه في اكياس تلاجة والفه كده بالشكل دوت. ده كيلو ممبار عمل معايا الكميه دي. انا هعمل منه كده طبقين، هاخده كده والفه واتاكد كده كويس جدا مفيهوش هوا جوه، وارصه كده بالشكل ده. عمل معايا كيسين. وادي الممبار، وادي قدمت كمان معاه بطاطس وكمان الرز. هاجي بقى اقدمه ازاي. هاخد الرز حطيته في بوله كده صغيره، وهنزل بيه في نص الطبق، علشان برضو العين بتاكل قبل اي حاجه لما بنشوف الحاجه شكلها حلو. هو كده كده طعمه حلو وريحته بجد خطيره يا جماعه. وهبدا كده اقطع الممبار بالشكل دوت علشان اقدمه بشكل كويس بزاويه كده من الجنب، وابدا بقى كده ارصه في الطبق بالشكل ده. شايفين اهو لحد ما املأ الطبق وتبقى الكميه معايا بالشكل دوت. بصوا شايفين شكله شيك ازاي، بجد حلو جدا وطعمه بجد جميل. اعمليه بالطريقه دي، ما تعملوش باي طريقه تانية. وهننضفه احنا، ودي حاجه احنا ضامنين احنا عاملينها ازاي. في منتهى الجمال بجد، مش هتبطلي تعمليه وهيشرفك جدا. وبجد هي وصفة سهلة جدا، كتير مننا بنستصعبها. لا جربيها كده بطريقتي، وجربيه كمان انت اللي تعمليه في بيتك وتنضفيه. حاجة انت ضامنة انت عاملاه. انت حتى لو نضفتيه بره هتجيبيه برضو هتنضفيه تاني. فاحنا نعمله من ايه، من البيت احسن واسهل طريقة بالشكل ده. بص الرز مفرفر معايا ازاي، مش معجن من جوه ولا اي حاجه. بس كده دي كانت وصفتي النهارده، يا رب تعجبكم. ما تنسنيش بقى في اللايك وفي الاشتراك، واعملي كده بالطريقه دي بكل امانه. قلت لك الوصفه كامله، ما تنسنيش بقى في التعليق وتقولي لي انت عملتي ايه. بس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.